اهلا بيكم. هنعمل النهارده الممبار باسهل طريقه ونختصر خطوات كتير في خطوتين وبس. كتير بنحتار نعمل خلطه المحشي او الممبار مسبكه ولا ني. طب ما تيجي نعمل ميكس ما بين الاتنين ونشوف الطعم هيبقى ايه. تمام. هقول لكم رايي بصراحه في الميكس ده. تمام. تعالي كده ايه في البدايه نقطع البصل. آه نفرمه فرم خشن، يعني كمان لو انت بتقطعيه بايديكي عادي يبقى حلو جدا زي طريقه امهاتنا زمان، يعني ما خلوش ننزل ميه اهم حاجه. تمام. هنبتدي بقى نقلي في البدايه هنعملها ايه، هناخد جزء من البصل نسبكه. تمام. هناخد نصه نسبكه، نحطه على النار كده وننزل عليه بالفلفل الاسود والملح والبابريكا والسبع بهارات. ده ايه، ده على النار. تمام. الطريقه دي بجد اعملوها او جربوها، هتعجبكم جدا جدا بامانه، هي خطيره. تمام. كمان توفير للوقت والوقفه والمجهود، بجد يعني حاجه جميله جدا انك يعني تختصري خطوات كتير. ان احنا لسه نحط ميه ونسلق الممبار وبعدين ننشره من الميه وبعدين نبتدي نحمره ويفرقع في وشنا خلينا الحاجات السهله دي بجد خطيره. تمام. انا نزلت بملح، فلفل اسود، بابريكا، كمان السبع بهارات. تمام كده. شايفين شكل البصله جميل ازاي؟ انا ما بحمرش البصله قوي برضو، يعني اللي هو ايه، بخليها تدبل في الزيت والسمنه وبعدين بنزل بالصلصه. هنا بقى ايه، يعني حته الصلصه دي ما جاتش، بس هنزل بالصلصه. انا طبعا مسبكه طماطم محتفظه بيها في الفريزر، وحطيت كيسين من الصلصه. تمام. هنا بقى في بوله كبيره كده هاتي الرز بتاعك. تمام. وانزلي عليه بالنص التاني من البصل اللي كنا سايبينه. احنا كنا فارمين 4 بصلات كبار، خدت يعتبر بصلتين في الجزء الاولاني اللي موجود على النار او المتسبك، والنص التاني انا هحطه على الرز. فلفل اسود بقى، 7 بهارات. تمام. والتكايه بتاعت نادية هنا ايه، معلقه النعناع الجاف دي تحفه بامانه ربنا، تحفه، يعني بتفرق جدا في طعم الممبار. تمام. يبقى هحط هنا ملح، فلفل اسود، السبع بهارات، ومعلقه النعناع الجاف. تمام. وادي اللي كمان النعناع الجاف نزلت بيه اهو. احلى حاجه كمان بقى، بدل ما اقلب بالمعلقه كمان كده، بعد ما اقلب كده على طول بايديا بقى افركي كل ده بايدك. تمام. حسي في البصل كده وانت ايه يعني خلطه في كل الايه الرز. تمام. هنزل بقى بالبقدونس والكزبره والشبت، انا بحط الثلاث انواع، الكزبره، بقدونس، شبت. تمام. غسلهم كويس وانزل بيهم على الرز وايه، واخلطهم برضو امكسهم مع بعض بايدي كده. تمام. وبعدين كمان هنزل بالصلصه بتاعتي اللي انا عملتها. شايفين الصلصه كانت جميله ازاي؟ طبعا القليب ده كله تقليب كويس جدا، وبعدين ابتدي بقى احشي. لو وصلت لحد هنا يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه عشان ينزل لكم باذن الله كل جديد. هنا ما بين صباعيني كده، شايفين الصباعين اللي انا حطيتهم دول اها. انا بشيل حته الدهنه كانت تقيله شويه. تمام. بصباعيني كده، وهبتدي ايه اوسع الممبار بتاعي وابتدي احشي فيه. تمام. انا ما بحشيش لحد ما اخليه يتنفخ ويفرقع كده، لا، انا هحشي كده عادي زي ما انتم شايفين، وبعدين ايه يعني هشيل منه، يعني هخليه زي المسطره كده، لكن طبعا مش هحشيه الحشو اللي هو يبقى مليان خالص. تمام. الممباره بتبقى جميله كده ورفيعه، ما بتبقاش تخينه قوي. تمام. بجيب صينيتين كده او بجيب حسب الكميه اللي عندك. طبعا هتجيب الصينيه، هعمل ارضيه كده للممبار. هقطع طماطم، بصلايه، جزرايه اللي عندك، وفلفل، كله هقطعه كده جوليان. تمام. واحطه في الارضيه، شويه فلفل اسود كده من فوق بالشكل ده، وابتدي بقى الف الممبار بتاعي. شايفين الممبار اهو خليها زي المسطره. تمام. انا دايسه عليه وابتدي الفه كده بطريقه حلزونيه كده حوالين بعضه
شايفين؟ ضيقه عادي لان الممبار هنا بيكش. تمام، فضيقه عادي، ما تقلقيش، ما تخافيش. تمام. الطريقه دي بجد والله يعني لما تعملوها هتعتمدوها بامانه. مريحه جدا، سهله. يعني بصي مفيش خطر عليكي وانتي بقى ايه طلعي تنشيلي الممبار من الميه عشان وانتي بتسلقيه وتبتدي تطلعيه ويفرقع في عينينا، لا هو كده جميل جدا. هو بياخد بالظبط ساعة في الفرن بيبقى استوى، بيبقى تحفة. تمام. بعمل الخليط اللي هو اللي بشرب بيه بعمل التشريبة بتاعة الممبار. عبارة عن مية، كوبايتين مية، كل واحدة من دول هياخد كوباية مية واحدة. تمام. عبارة عن كوبايتين من المية. هكون مخلية زي معلقتين 3 صلصة من اللي انا عملتها على جنب. حط لها برضو الصلصة، مكعب مرقة لو حابة، اختياري يعني، مش حابة خلاص. ملح وفلفل اسود، ظبطي الملح بتاعها كويس جدا وبس. ايه، سيبي التشريبة دي على جنب لحد ما تخلصي الصينية بالشكل ده، وهنشرب بيها الصينية. تمام. يعني هما بالظبط كل واحدة خدت حوالي كبشتين من الشوربة اللي انا عملتها دي اللي انا حضرتها. وبعدين هتبتدي تنزلي عليه بورقة زبدة، ورقة فويل، وتغطي الصينية كويس جدا. لو شايفين انا هنا بشرب الممبار بتاعي بالتشريبة اللي عملتها. تمام. هي كبشتين 3 بالظبط، 3 كبشات من الشوربة بالشكل ده. تمام. ورقة زبدة بقى وفوقيها ورقة من الفويل، وغطي الصينية كويس جدا. تمام. ولو عندك غطا، يعني لو عندك صينية قصادها مثلا يعني تنفع تبقى غطا، حطيها غطا بدل ما تحطي ده كل ده، سهل برضو. لو مش متاح يعني ورق الفويل ده، نغطيها عادي بغطا لو متاح عندي. تمام. ادي كده حضرنا الصينيه بتاعتنا. هنا بقى هتدخل الفرن، هتاخد ساعه في الفرن، وهتكون استوت وحلوه جدا. لو طلعتيها ولقيتيها يعني اللون، خدت اللون من فوق، فبتقلبيه وبتدي له اللون من تحت بس. لو حابه لون واحد بس على جهه واحده، تمام، كل واحد وذوقه. تمام، ده اختياري. تمام كده. تعالوا بقى مع بعض كده نحضر قمر الدين كده، او مهلبية قمر الدين كمان مع الوصفه دي. هناخد نص الكيس بتاع القمر الدين. 4 كوبايات من الميه. تمام. 3 كوبايات على فكره، 3 كوبايات ميه عشان انا حاطه عامله كميه قليله. تمام. وبعدين هبتدي هسيبه على النار يغلي لحد ما يتهري. تمام. يعني هتغلي كده قمر الدين في الميه دي لحد ما ايه، ما يتهري والقمر الدين ده يسيح. حلو كده. يبقى هنسيبه على النار شويه لحد ما ايه، القمر الدين يستوي خالص. تمام. يفك خالص من بعضه كده وايه، يبقى ميه. تمام زي ما انتم شايفين كده. هنا حطيت معلقه من الفانيليا سايله. تمام. يعني بتديلها ريحه جميله جدا. بس كده خلصت معايا. هنزل عليها بكوبايتين 3 كوبايات من اللبن. يعني 3 كوبايات من الميه، 3 كوبايات من اللبن. حلو كده. دي مهلبيه قمر الدين. تمام. طبعا ده كله هطحنه بالهاند بلندر. حطيت معلقتين كمان من النشا. تمام. او 3 معالق نشا. تمام. من معالق الاكل دي. كل ده بقى همكسه مع بعضه او هضربه مع بعض بايه. نسيت كمان السكر اهو، 3 معالق من السكر. انا حطيت 4 معالق، 5، 6، ايه يا حاجه، 7. المهم انت هتحطي السكر ده اختياري. شوفي انت حباه طعمه ازاي، فهتحطي حسب ذوقك. تمام. وبعدين هنضرب ده كله بالهاند بلندر. تمام. بس يا جماعه على فكره كده مهلبيه القمر الدين خلصت في منتهى السهوله. تمام. يبقى هي عباره عن نص كيس او لفه من قمر الدين. سبتها على النار لما اتهرت خالص. نزلت عليها ب3 كوبايات من اللبن الساقع.
تمام. حطيت عليها طبعا، استني برضو القمر الدين يهدى شويه، عشان لما تيجي تحطي النشا، آه النشا ما تخرص. تمام. دي برضو معلومه مهمه. تمام. وهتحطي السكر وهتحطي النشا بتاعك، هتضربيهم كلهم بالهاند بلندر او حتى بالويسك كده عادي. وبعدين هترجعيهم تاني على البوتاجاز، تلفي فيهم كده لحد ما سمكها يتقل شويه، يعني زي ما بتعملي المهلبيه العاديه بالظبط. تمام كده. بس هننزل بقى قمر الدين اهو، خلاص المهلبيه بتاعتي خلصت. شايفين قوامها اهو. بس ما تسيبهاش تتقل قوي، يعني خليها ايه، متوسطه زي ما انتم شايفين كده. وهتزينيها، انا زينتها بالبلح والزبيب، وهزينيها باي حاجه موجوده عندك. تمام. ادي قمر الدين خلص. سيبوا يا جماعه ولادكم يساعدوكوا كده، يعني بتبقى حاجه حلوه بصراحه يعني. اهي ريتيل بتساعدني. بس هو كنت عامله حسابي يعملوا 6، لا هم عملوا 5. حلو خالص. وادي البلح بتاعي، قطعت كده بلح صغير، تقطيع صغير، وايه زينت بيه قمر الدين، ونزلت بشويه من الزبيب. ده كله بقى كنت بحضره وانا حاطه الممبار في الفرن. وادي كمان حطيت جزء هند اهو. وخلصنا المهلبية. شايفين ريتال بتساعد. إيه الجمال ده. تسلم ايدك يا رتولة. بس كده. وادي الممبار كمان خرج من الفرن، وبألف هنا عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم. شايفين الجمال. باي باي.